طب احكي لي بقى ايه المكتب الغريب اللي انا كنت شفته قبل كده، كنت عامل مكتب غريب كده. انا احكي لسه لي انا عن بقى قصته. يعني انا وريته لك ما بيننا، بس انا لسه ما اه نزلتوش، يعني هو ممكن هيتعرض. ايوه ده مكتبي. بجد والله. ايوه. هو تمام. لسه هينزل له فيديوهات وحاجات كده، بس هو ايوه المكتب ده اتعمل له ستراكشر. انا عاوز اعمل مكتب غريب. دي معانا شريحه. دلوقتي اهو بنشوف. دي شريحه امم من الحديد خلاص، ملفوفه. هي شريحه كانت طويله، امم لفيناها امم لفه بحيث ان حلو الجزء قوي. امم الشمال والجزء اليمين يبقوا الاثنين محققين نفس الويت. اه وبدانا نزود الويت في الجزء كمان اللي هو فيه كيرف ده، بحيث ان هي تبقى ستيبل من غير ما نحط لها ركيزه تانية. وزن يعتبر الشريحه دي كأنه طاير، ده في حد واقف عليه في كمان. حد واقف عليه. اه ما احنا يعني صورنا عشان ده لسه ممكن حد واثنين وثلاثه كمان. ان شاء الله. الحاجه دي اتعملت في اسبانيا قبل كده او اه ايطاليا، مش فاكر حد عملها. وانا جيت بقى قلت ما انا عاوز اعملها اه الصراحه. فهي ما كانتش معموله مكتب، ولكن انا قلت هعملها مكتب بقى، وعملتها بابعاد تناسب المكتب. على فكره ده حجمها كبير جدا، يعني امم طوله 2 متر وشويه. اه فدي شريحه 510 كيلو ومحطوطه من غير اي حاجه. يعني انا امم رافعها على رخام عشان تبقى متاكد ان هي مش متثبته في الارض. اه وطبعا دهناها، وطبعا حوالي 12 13 راجل دخلوها، امم واوناش بقى عشان تحملها على العربيات. فالموضوع يعني لا بس شكلها صعب هي جدا. اصلا يعني متهيألي اي حد هيخش المكتب يعني هيتفاجئ. ما هو مطلوب يتعمل مكتب غريب اه يعني، طبعا عشان طبعا هو جاي يشطب عندنا، اه فلازم طبعا يلاقي حاجه غريبه. لازم يشوف حاجه فقعدت غريبه ادور على فعلا. مكاتب، لقيت مكاتب كلها شبه بعضها. فقلت اه لا، لازم اعمل حاجه يونيك يعني. والحاجه دي بجد احنا عملنا لها كذا تراي، يعني ممكن مثلا 10 مثلا، بجد مش ببالغ. امم ورحت لها 4 ايام، وحديد كتير اترمى وباظ عشان اوصل طبعا محتاج للقصه دي. تجارب واتعمل كتير. لها اناليسز على طبعا سوليد وورك، ونفذناه وباظ بعديها. بعد كده قعدنا بقى نعمل تراين ايرور لحد ما ظبطت. امم فالموضوع امم كان مرهق وصعب جدا، امم بس اتعمل الحمد لله لا ما شاء الله عليك يا باشمهندس الله والله. يخليك والله.